بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. يسر إخوانكم في تسجيلات الألبان الإسلامية أن يقدموا لكم هذا الإصدار، ونرجو من كل أخ وأخت سمع هذا الإصدار وانتفع به ألا يبخل على إخوانه الذين شاركوا في هذه التسجيلات بدعوى بظهر الغيب ليقول له الملك بإذن الله ولك بمثله. والآن مع الشيخ. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى إخوانه الأنبياء والمرسلين، أرسلهم الله بالهدى والنور والخير والنفع العظيم. أرسلهم ليأخذوا بأيدي الناس من الظلمات إلى النور، أرسلهم لهدايتهم إلى صراط العزيز الحميد، الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. أرسلهم بشرعه الحكيم دينا كاملا لا حاجة بعده إلى أي دين من أديان البشر، لأنه دين الله الذي خلق البشر ويعلم ما يهديهم فهداهم به، وما ربك بظلام للعبيد. بلغوا الرسالة وأدوا الأمانة ونصحوا الأمم، فكانوا كما أرادهم الله رسلا مبشرين ومنذرين. وأنزل معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط ولئلا تكون حجة أو عذر يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها، توفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. اللهم صل وسلم وبارك عليهم جميعا وعلى خاتمهم نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وارض اللهم عن صحابتهم وحواريهم والذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله: بسم الله الرحمن الرحيم. فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا، واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا، ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. نحن خلقناهم وشددنا أسرهم، وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا. إن هذه تذكرة، فمن شاء اتخذ
سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. صدق الله العظيم. أيها المسلمون، إنها الجولة الأخيرة إن شاء الله مع سورة الإنسان. هذا الإنسان الذي خلقه الله بيديه ونفخ فيه من روحه ورعاه في بطن أمه طورا بعد طور ودورا بعد دور لا يعلم عنه أحد إلا الواحد الأحد. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وجاء